مساء الخير حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. توحشتكم بزاف، نحبكم في الله. حبوباتي، اليوم جبت لكم فيديو شباب، روتين صيفي مسائي فيه افاده لكم في الاول تاع الفيديو ما ننساوش نرحبوا بلي زابوني تاعي الجداد، مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. والقدام نقول لكم مرحبا بكم داركم جزائرية وافتخر قناتكم ان شاء الله بكم تطلع. حبوباتي، انا كنت وجدت القهوة ديالي، حطيتها، بديت نسق قهوة كما راكم تشوفوا. قبل ما ندخل لكم في تفاصيل الفيديو ما ننساوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه اليوم فيديو فيه مفصل، فيه إفادة لكم إن شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا شاركت معكم القهوة نتاعي نتاع العشية، وشاركت معكم بكل تفاصيل كيفاش نغسل لافيسيل نتاعي، كيفاش نديمونطي الفيتر، كيفاش عاود نمونطيه، كيف نرجعو بكل سهولة. هنا أنا عندي لافيسيل نتاعي، بديت فيها اولا غسلتها، نحيت القفه نتاعها الشباك لتحتاني فوقاني ما نحيتهاش خليته، ونحيت هاد الشبيكه البنات. هاد الشبيكه الزرقاء انا دايرتها المعلق، هي جايه نتاعها فيها لكن كبيره تقبط لي البلاص كي نكون ندير عندي بزاف كونتيتي تاع الماعن. ندير هذه الصغيره باش ما تقبطليش البلاصه. انا نحيت كيما راكم تشوفوا فيها ترسبات نتاع الكركر، والحمد لله ما عندي فيهاش الدرا. هذه 3 سنين ونص اللي شريتها وانا نخدم فيها، ما فيهاش نقطه تاع الدرا. وهنايا انا عندي بزاف البنات اللي يشوفوا يحطوا لي فيديو مامبا ما كاش عام 6 شهور ولا تجبر فيها الدرا وتقول لي علاش. البنات الماء تاع البحر هو اول سبب يخلي لافيسيل ولا الماشينه لافي تاعك تتعمر بالدرا. انا هنا عندنا البير، الماء نتاعه عليها عندي فيه الكركر كما كتشوفوا ترسبات. هنا نحط الفطر ديالي خليتها انا كتمسخه البنات، شوفوا بعينيكم راني فايته 15 يوم ما خربتش فيهم. هنا جبت هذا الاناء، درت فيه الماء، درت فيه جافيل. هنا بديت باش نغسل غير الفطر. نصيحة لكم، ما ديروش يس ولا جافيل في لافيسيل ديالكم، راه غادي تفسد. هنا انا كنت غسلت الاسفنجه تاعي وجبت البرودوي ديالها اللي راني ندير والملمع ودرتهم باش حكيتها فركتها مليح 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 البنات. وعاود المحكه نتاع السلك انتردي تدخل لافيسيل نتاعك، ديري كيما هذا انا اللي شاركتها معك. هي بالذات لان لافيسيل نتاعنا هي تنقي نفسها، فيها الماء طابخ، الماء حرارة نتاعه جد عالية، لكن مرة لمرة تطلق لنا هذاك الريحة. تحبوا نقيو الفطر ديالنا، الفطر كيما نقيوش الماء ما يوليوش يخرجوا نقيين ولا صافيين. والملح عندنا كل واحد ولا فيسال ديالها والماركه. انا كيما الماركه تاعي هذه 3 سنين درت لها غير 4 كيلو تاع الملح، ما تاكليش بزاف الملح. وكي ندير لها الملح ما شاء الله اليوم درت لها الملح لكن ما شاركتش معكم الفيديو. ونصيحة، كي تشري الملح في الكرتون وديري تحليه وتحطيه في لافيسيل تاعك، هذاك اللي يبقى ما تخليش في هذاك الكرتون خاطر غادي يبرد. ديريه في بوقال ولا كما نقول لكم بلاره تاع الزاج وخليها. هنا ها هو غسلت الفطر نتاعي، راني نوريكم واني غاديه نمونطيه. ها هو باسهل طريقه البنات، وما تكونوش خشانات كي تعبزي عليه بزاف غاديه ترتقيه. انا غير حطيت يدي فوقه ارتب. هنا كي كنت حكيتها غايه الغايه وبديت نرد الفيط، رديت لها كامل سوالحاتها
ورديت حتى الشباك، درت لها بروغرام 30 دقيقة وخليتها تغسل نفسها ودخل نشارك معكم تشوفوها تخرج تبرق. هنا راكم تشوفوني نلصق في في الفطخ مليح. ها هو كنت غسلته وراني غادية نرده، يرجع بكل سهولة، ما تخافوش. جامي الحاجة كي تخاف منها جامي تحيدها ولا تخرب فيها. الانسان يكون متوسط، ماشي كما نقولوا داعم بزاف، ولا يكون خشين، ولا كما نقولوا ولا خواف، نص نص. انا درت لها بروغرام وضربت لها تنشيفه من برا، وهو كملت البنات. طفيتها وتشوفوا النتيجه كيفاش خرجت تبرق. الله الله ما شاء الله، كيما نقول انا اتشقشق بالنقا. هنا نرجع لكم الوصفه نتاعي. هاد الوصفه نتاع صابلي بحجم عائلي. هنا درت 125 غرام نتاع الزبده. غادي نكتب لكم ان شاء الله كامل المقادير. درت 4 معلقات تاع السكر مرحي معطر بما زهر. ان شاء الله لا تحبوا نشارك معكم كيفاش نعطر السكر نتاعي المطحون بما زهر نشارك. هنا نجيب الباتو، ولا عندك بيتخا عندك فوي، لكن من المستحسن نطلعوه مليح بالباتو ولا بالبيتخا نتاعنا. هنا جبت زوج بيضات، شوف كي طلعته ولا اللون دياله بحال الكريمه. ونجيب نحط البيضات في زوج ونولي نطلع. هنايا ندير 3 معلقات زيت. ما نكترش البنات الزيت في هاد الوصفه، 3 معلقات فقط. ونديرو شويه ملح للبركه كما قالوا الامهات ديالنا وجداتنا ربي يرحمهم. شكرا. هنا قبل ما نكمل الفيديو ديالي نشكر الاخوات اللي راهي يدعموني، اللي راهي يجيو عندي يقولوا كلام طيب. شكرا لكم، بكم راني نتحفز باش ندير لكم فيديوهات فيهم روتينات فيهم وصفات ان شاء الله يعجبكم و تديو عليا كما نقولوا نظره شابه باذن الله. انا دائما نقدم لكم روتين نقي، حاجه نقيه تحفيزيه ان شاء الله يعجبوكم. هنا ندير خماره وحده، ها هي في 10 غرامات، ونبدي كي نديرها نقعد نخفق بالباطوغ نتاعي ما نحبش. هنا كي نشوفو بدا تسقال نحي الباطوغ نتاعي وندير الليغو ونبدي نخدم فيه العجينه نتاعي. هنايا ما ندمكش، غير سمحوا لي انا كان هنا ما شفتش، كان الكاميرا ما حكماش كلش. هنايا بديت ندير الفرينه وبديت غير نخلط بالاصابع نتاعي، ما ندمكوش نهائيا. وفي الاخر نجيب مغرفه تاع مايزينا يكون هو تماسك. هنايا هاد المغرفه المايزينا فيها سر، تعطينا قرمشه للصابلي نتاعنا، قرمشه يجي مقرمش. سيوها البنات وردوا عليا. انا خلطت. هنا البنات نقسموا عليه نصفين، لكن الكره تكون كبيره، التحتانيه تكون كبيره على الفوقانيه. ونديرو في فريجيدان يقعد لي ساعه حتى نص ساعه. تينا نص ساعه لا كنتي مشطونه ديري غير نص ساعه مشغوله، ولا كنتي كما نقولوا عندك الوقت كيما انا هذا خدمتها العشيه واللي غدوه عاد شربنا به القهوه. نحب نديرو باش يشرب لي هذاك المربى تاع المشماش. انا هنا ما درتش ورق الطهي، ما حبيتش نستعملو، استعملت هذا بلاستيك. وجبت باش قصيتها ودرت العبر ديالها. انا درت لها بهاد المغلاقه نتاع حلوه الترك، لابوات تاع حلوه الترك، قصيت بها باش جاني الشكل نتاعها شباب وقد قد. انا رفدتها ودرتها البنات، كنت وجدت المقله نتاعي ورشيتها بالفرينه كما كتشوفوا، وبديت درتها في الفور، والفور كنت شعلته قبل ب15 دقيقه، وكان نديرو درجه الحراره نتاعه
15 عفوا 180 درجة، نخليها تتحمر. جبت الزوجة ورقتها العجينة الثانية، ورقتها وجبت المول وباش ندير هاد الطبعة هنا في الوسط. شوفوا، وهنا حتى هي حطيتها، كنت حيت الأولى ونحط الزوجة حتى هياني. والأولى نجيب مربى المشماش وندهنها تكون عاد حامية باش تتشرب لي، ما تجيش باش كي نقصها نقدر نقصها. علاش خليتها انا تبات؟ ها هي كي نحيتها، شوف البنات، انا خليتها تحمر غاية الغاية، عطا داك اللون الذهبي. وجبت المربى تاع المشماش. البنات انا المربى المشماش كي يجي وقت المشماش نطيب كونتيتي كبيره ونحطه في الكونجيلاتور، كل ما نسحق نجبد هكا. وديري كونتيتي معتبره باش تجيك بنينه. ها هي الثانيه جبدتها ورشيتها بالسكر المرحي هنايا. شوفوا، وتشوفوا في التالي كيفاش درت لها الديكور، جات شابه. وشكرا على المتابعين، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تشاركوه مع لي زامين تاعكم.